يعني في سمك لو انت جبتيه وحطاه على ميه دافيانه بيوقع قشره رغم ان هو طازه. لو انت جبتيه وحطاه على شويه ميه مثلا دافيانين زي ما احنا كنا بنعمل فقشره بيقع. طب يعني ايه قشره بيقع؟ يحصل له ايه لو قشره وقع يا جماعه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا بقالي يجي سنه واكتر ما صورتش فيديو بوش يعني. فيا جماعه اللي ما عرفنيش، انا احمد ابو رجب. محتوانا الفسيخ يعني. انا محتوي اسماك كتير طبعا، بس يعني لما لقيت الناس بتتضرر في الفسيخ وكله قاعد يفتي ولا ملوش في حاجه بيقول، فاضطريت اني اتدخل وننقذ ما يمكن انقاذه على رأي اللي بيقول يعني. اولا واخيرا الفضل كله يرجع لله وانا مسكين الى الله. تمام، انا ماليش يعني إيه متكبر ولا حاجه، اعوذ بالله. انا اقل الناس ومن الناس المساكين الى الله. خلاص. احنا بنتكلم النهارده على اول حاجه ان شاء الله، نصلي على رسول الله ونقول يا حبيبي يا رب. احنا عندنا شويه سمك للي هيفتح مشروع ياكل عيش. خلاص. عندنا 20 كيلو، يعني فيهم 7 8 9 كيلو مبطرخين، وسعره من تحت خالص بحق سندوتش فول. سمك كبير المقاس بتاعه، التلات حبايات كيلو والسبع حبايات 2 كيلو. خلاص. هنتكلم عن ايه النهارده بقى يا ولاد؟ هنتكلم على اخواتنا اللي بيقولي عايزين ياكلوا عيش بالحلال، وعايزين يفتحوا مشروع في بيوتهم في مكانهم، وعايزين يرزقهم يعني مكسب كويس. دول هنتكلم عنهم ونقول لهم المشاكل اللي تقابلهم في الشتاء ان شاء الله يتفادوها ازاي. وهقول برضو رسالة صغيرة لاخواتي اللي هم بييجوا يعرفوا الاسعار ويمشون. بصوا يا حبايب، الاسعار بتبقى كل يوم عن التاني بتفرق. خلاص. فما تشغلش دماغك او تشغلي دماغك وتيجي تعرفي مني الاسعار بحجة انك هتاخدي شغل وبعدين تمشي. انا هقول لك بمقدار السعر بكام، ولكن انت ممكن تيجي تروح تشتري لي ارخص او اغلى. ممكن تيجي تسألني تاني أقول لك لا ده غالي. ممكن أقول لك النهاردة على سعر، تجي لي تاني يوم تقول أنا عايز السمك اللي أنت قلت لي عليها، أقول لك اتباع. طب هات لي غيره هجيبه غالي أو رخيص فالسعر اتغير. فأنت قلت كنت قايل لي، أنت حتى أنت اللي قلت لي إيه؟ أنت كنت فعل ماضي. لا أنت قايل لي لما أقول لك النهاردة يبقى النهاردة. خلاص. بعدها بيوم ما تسألنيش على السعر إنه اتغير. قال يا ترى ده بمزاجي؟ أنا أغلب منكم والله. أنا بيبقى عندي مشال وعندي بنزين وعندي عمال بيشيلوا ويحطوا، كل ده بياخدوا فلوس فلوس فلوس. في المكان اللي بجيب منه السمك مش شغالين عندي يعني. عشان السمك مثلا أجيبه من السوق أو من على المية أو من على المشاوي أو بتاع لحد المكان اللي بشتغل فيه بيكلفني ألوفات. مشال عربية وعمال وكلام. تمليح الطاولة يا جماعة، أنا بشتغل في الطول، بشتغل في البوكس الفريزون. ببدأ غسيل السمك في الكروانات البلاستيك دي، مش براميل، مبحبش البراميل. فأنا شغلي في الطاولة الخشب وفي الفريزون الفيلم. نقول أحسن الاتنين بالنسبة لي حلوين. البرميل الخشب محترم جدا بس سعره بقى باهظ يعني، بقى 1500 و2000 و2000 ونص وكده. فأنا عندي كام واحد كده دولت إيه يعني بشتغل فيهم قليل وساعات والله بركنهم كده. إنما أنا بشتغل في الطاولة الخشب والفريزون. الطاولة يا جماعة بتبقى رقة واحد، طبيعتها بتبقى رقة واحد. الفريزون بتبقى مثلا من 4 رقات ل5 رقات. الفريزون بيخسس السمك كتير، إن السمك كله ما هو ضاغط على بعضه بيخسر السمك في الميزان. لكن البوكس لا، الطاولة عفوا لا. تمام. الفريزون دي اللي هي البوكس يعني فيلم، كل ما السمك يبقى طبقات فوق بعضه بيخسر معاك في الميزان. لكن الطاولة الخشب بتبقى رق واحد فما بيخسرش معاك في الميزان، لأن هو ما فيش عليه ضغط. تمام. شغل الشتاء ايه بقى اليومين دول؟ الشتاء لسه ما جاش وفي لسعة برد. المية حست به، يعني السمك حس بيه. مش احنا، السمك نفسه بدأ يحمص، بدأ يعني ايه يجلد، بدأ ان هو سقعان عيان. طب نعمله ازاي بقى؟ لو قشر وقع السمكة هتدخل في حالة العري، بقت عريانة خلاص. ما عادش فيه طبقة تحوش اللي انت لسه هتحطيه. يعني ممكن انت لما تطلعي من المية الدافية دي تيجي تدلكيه قشره يبقى في ايدك كده على الأرض، بقى لحم في ايدك.
تقوم انت تملحيه وتحط عليه مثلا الملح وشويه الكركم. طبعا الشطه انا بقول ممنوع لانها بتاكل السمك، فنتكلم على الملح بس. فانت حطيت مثلا شويه الملح، فالملح طبعا حامي، حامي ملح حامي، بيجي على اللحم يخليه يكرمز يجرمز كده في بعضه، يعني ينشف يجلد، فاللحم يشربه بسرعة، يقوم السمكة تحدق، وهي طعمها سمك ني، ما تحدقش وهي طعمها فسيخ لأنها شربت بسرعة، شبعت. فاللي زي ده نخلي بالنا منه. طب نعمل في إيه؟ لو مثلا أنت جبت لك 20 كيلو ولا حاجة، ولقيت لك مثلا 10 سمكات كده ولا 5 سمكات كده، نعمل فيهم إيه دول؟ ده يا ولاد نخرشمه، ما نحطش على جسمه ملح، ولكن نخليه بين السمك، يعني نخليهم في الطبقة. لو احنا بنعمل 4 طبقات نخليه في الطبقة التانية، أول طبقة عليها ملح، الطبقة التانية يتخرشم بس، الطبقة اللي فوق منه يبقى عليه ملح، أصبح إن هو هيستوي في المية. تمام. ونبقى حذرين إن السمك أو التمليحة اللي فيها السمكة اللي هي معدومة القشور دي يبقى ملحها قليل شوية، لكن كله يتخرشم كويس عشان السمك ما يصيبوش أي ميكروب. ونخلي الطبقة الأخيرة يكون سمك عفر عن اللي في النص، يعني أول طبقة يكون سمك عفر كبير يعني، والوسطاني كله في النص معاه اللي هو القشر واقع ده. الطبقة الأخيرة برضو تكون سمك كبير عفر. بطبيعة السمك العفر يا ولد بيبقى سمين،